JBC. عطوفة العقيد خضر آل خطاب مدير الأمن الإعلامي في مديرية الأمن العام. صباح الخير خضر بيك. صباح الورد، الله يحفظك ويحفظ كل السادة المستمعين. سيدي، بعد أن نترحم جميعا على الشهداء الأبرار الذين قضوا في قلعة الكرك، ما الذي أثار انتباهك أكثر شيء البارحة وأنت تتابع كرجل أمن؟ والله أثار انتباهي نقطتين، واحدة منها إيجابية رائعة جدا، والثانية السلبية بقدر أقول إنها قاتلة يا أخوي. نعم. الإيجابية الرائعة اللي هي التهافت والتلاحم والرسائل الرائعة اللي كان يتناقلها الناس عن الأردن، إنه بلدنا، وإنه إذا أكيد وصلتك الرسالة 100%. أبو الحويان اللي مطلعها كان جروهم للكرك وأخذتهم لمعان، وإذا نزلتوا لإربد، وإذا طلعتوا للمفرق، يعني شملوا كل محافظات ومدن نعم. وضواحي نعم. المملكة الأردنية الهاشمية. نعم. هذا يعني أبسطنا كثيرا، إنه إحنا دائما مع بعض إن شاء الله في الشدائد، لكن أكيد. نعم. أن تجد فئة قليلة ويترأسها بكل أسف بعض الإعلاميين اللي لا هدف لهم ولا خلينا نقول يعني نظرة لهم إلا مصلحتهم الشخصية أو مصلحة مؤسستهم. نعم. لو على حساب الوطن، لو على حساب أرواح البشر. هذا الشيء اللي بيؤلم كثير، الذين يتسارعون فقط لنشر أي شيء، لبث أي شيء. نعم. كمان أشخاص يعني خلينا نقول للأسف سلبية كانت، انه ناس يمكن من كثر حبهم للوطن بلشوا يسبوا ويسيئوا على بعض الجنسيات الاخرى بالامس. صحيح. يا صديقي لسه التحقيق ما انتهى. ما يعني التحقيق. الدولة ما كانت لسه عارفه شو جنسيات الاشخاص اللي جوا. نعم. انا ما بدي اقول مش عارفه، كنا عارفين، لكن لا يجوز ان ننطق الا عندما نتاكد بانه كذا وكذا وكذا وكذا. أحسنت. وياتي الوقت المناسب، سيخرج كل شيء بالوقت المناسب. اي شيء يضر سير التحقيق نحن يعني نتاخر في بثه واعلانه، مش لانه ما بنعرف ولا لاننا نايمين زي ما بعض بقول لك والله في بيوتهم قاعدين. ما في حدا في بيته كان قاعد، ما حدا بيته قاعد. لكن أحسنت. احنا نتصرف تحت مظلة واحدة اسمها مصلحة المملكة الأردنية الهاشمية. أي أحسن. شيء نشك 1 بالمليون أنه يمس بالمصلحة ما بدنا إياه. نعم. احكي علي، قول والله الإعلام الأمني تأخر، قول التلفزيون الأردني تأخر، ما عندنا أي مشكلة. نعم. لكن إحنا بهمنا أنه نحقق المصلحة. طبعا بلا شك أنه أعداد الأشخاص اللي تصرفوا بهاي الأساليب سواء من الإعلاميين قليل. أو من المواطنين هو قليل. كله قليل. نعم. طبيعتنا احنا كبشر اخوي استاذ محمود، يعني نعم. طبيعتنا كبشر بنميل لهي الاخبار اكثر من الاخبار الاخرى. طيب. فمباشره بصيروا يتناقلوها. نزلوا صوره لاحد الاشخاص وقالوا هذا اول ارهابي تم ضبطه من المواطنين، هذا الحكي مو صحيح. نعم. نزلوا صوره لكذا وهذا جنسيته كذا وبلشوا يسبوا على بعض. هذا الحكي لا نريده. امبارح حاولنا عده رسائل وجهناها باسم اداره الاعلام الامني و نعم. خلينا نقول من خلال الناطق الاعلامي للدوله معالي الدكتور محمد المؤمن، انه يا ناس تريثوا، ترووا شويه. احنا بهمنا امن البلد وبهمنا سلامه البلد وسلامه مواطنيه وضيوفه، وهذا لا يتحقق اذا كل واحد نزل على كيفه سواء اعلامي ولا مواطن ولا شو مكان. ما هو سيدي يعني سيدي في نقطة. بعض الهجمات الخاطئه اللي صارت نعم. امس، اسمح لي ثواني، لم يستفيد منها الا اولئك الاشخاص صحيح. الخبيثين اللي الخفافيش اللي يعملوا في الظلام، اللي امثال الارهابيين وغيرهم اللي نعم. حاولوا امبارح نعم. ان يمسوا امن هذا البلد. ولا تنسى سيدي، ومنصات التواصل الاجتماعي والفيسبوك أعطت الحرية لكل مواطن أن يكون صحفي وصاحب مؤسسة صحيح. صحفية صحيح. وينقل من يعني امبارح صور ما لهاش علاقة بالواقع نهائيا. أنا شفتها 100%. صرت أضحك. صحيح. أقول طيب هذا منين جته هالمعلومة إنه الشخصية الفلانية موجودة بالحدث، الشخصية العلانية تدير العملية؟ من قال لك ذلك؟ منين جبت هذه المعلومة؟ 100%. أي شيء يساعد في التحقيق سيتخذ، وأي شيء قد يمس التحقيق لن يتخذ، لأنه الأساس عندنا نعم. بالأصل المصلحة الفضلى لوطنك. ما دمت تشتغل في ضمن هذه أو تحت هذه المظلة أنت صح، أنت بخير. الآن خليني أرجع للإرهابيين. كم عدد الجثث اللي وجدت داخل القلعة؟ اللي وجد داخل القلعة كانوا 4. 4. الجنسيات؟ يعني نتروى شوي في هذه المسائل على رأسي، ما في مشكلة حتى تثبت المسائل نعم. كاملة. نعم. يعني لا أخفيك المعلومة لدينا، أوكي، لكن خلينا نتأكد من التحقيق. مش ما غلط. بدنا يعني نتحدث بشيء
قبل ان يعني نتثبت 100%. الأردني بطبعه، يعني أنا وياك رحنا دول كثيرة، لما بتمر على حادث سير بالشارع ما لك علاقة، ما بتوقف، ما لك صحيح. احنا بنسكر الشارع 10 مرات. احنا بنسكر الشارع. في أحيانا يغلب على الناس مش بس الفضول، العاطفة. يعني امبارح أنا شفت أحد الفيديوهات هاجمين على الإرهابيين بالحجار، مش بعض الإخوة المواطنين المدنيين. شو الدروس اللي احنا ممكن نستفدنا منها من قلعة الكرك امبارح؟ هي زي ما حكيت لك، هو درس بشقين، يعني وكلا الشقين يعني نابع، وخلينا نقول نابع من حب الوطن. بالضبط. في ناس عبر عن حبه للوطن بالطريقه الصحيحه، انه كان يجي على رجال الامن العام، شو بدكم، شو محتاجين، شو كذا شو كذا. نحمد الله عز وجل انه مش محتاجين شيء، لكن هاي نخوه شعبنا ونخوه وطننا، وحياك الله. نعم. ناس اخرين لا، يعني كاد يعني اندفاعه انه يضره ويضر الامن ويضر، يعني بالله لو واحد اندفع وفات لجوا للقلعه، طب احنا راح ننبسط كامن عام لو انمسك لا قدر الله او انقتل؟ صح. اكيد ما راح ننبسط، وراح يزيد عدد القتلى، وهذا بمس اكثر في امننا، وبمس اكثر وبيخوف مواطنينا اكثر، وبيخوف الناس اكثر. فلا احنا بدنا نترك لصاحب الاختصاص المجال للعمل. نعم، أنا لا أخفيك، لا في جعبتي الكثير من الأسئلة، لكني أحترم الجملة اللي أنت قلتها. لحد الآن لم ينتهي التحقيق، فسأكتفي بهذا القدر من الأسئلة. نترحم على شهدائنا، وراح يظل الأردن قلعة صامدة بقيادته، بجيشه، بأجهزته الأمنية، بأبنائه الخيرين، وأنت أحدهم. يبارك فيك، الله يحفظك. سيادة العقيد خضر آل خطاب، مدير الإعلام الأمني في مديرية الأمن العام، شكرا جزيلا سيدي. تسلم، الله يبارك فيك. هلا يا سيدي، هلا يا سيدي، مع السلامة، مع السلامة. صوت المواطن. JBC على كيفك.